السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتحيه كبيره بزاف لكل متابع جديد. فصل الشتاء بزاف منكم كيعاني من مشكله الشحن في الهاتف، وكيظهر له هذا الميساج هذا كيف ما كتشوفوا في الشاشه، او هذه الرساله تتعني بان كاينه الرطوبه في مدخل الشحن، يعني الليكويد او الليكيد او الرطوبه. بهذا المعنى هذا المشكل شائع في فصل الشتاء، ولكن الطريقه باش تحلو سهله بزاف. يخليك معايا وتبع الفيديو من الاول حتى الاخير. لكن قبل ما نبداو، فضلا ينسى امرا اشترك في القناه، وما تنساش كذلك تفعل الجرس على الكل باش توصل بكل ما هو جديد ومفيد في عالم التقنيه وكذلك في عالم الالعاب. السبب اللي تيخلي هذا المشكل يظهر هي الرطوبه، يعني فصل الشتاء تتكون الرطوبه عاليه بزاف، مما تيجعل واحد او تيكون واحد الطبقه عازله في هذا المنفذ، منفذ الشحن. هادشي اللي تيمنع من مرور التيار الكهربائي، وبالتالي ظهور هذه الرساله او هذا المشكل. وطريقه الحل سهله بزاف، غادي تحتاج فقط واحد الماء جوبيتير او ماء ليسونس. هاد القرعه هذه تتباع عند دروغري ب 120 ريال، يعني رخيصه بزاف، اقل من دولار. من بعد ذلك غادي تحتاج واحد الفرشاه اسنان، وغادي ديرها هنا في هذا الماء هذا، فرشاه اسنان. من بعد ذلك غادي تنظف المنفذ باش تحيد هذيك الطبقه العازله. تنفذ هذا او غادي تنظف هذا المنفذ هذا بهذه الطريقه. يعني سهله بزاف، اي واحد يمكن له يديرها في المنزل ديالو ويحل المشكله بلا ما يذهب عند المعلم او التقني، وبلا ما يفتح التليفون. يعني غير بهذه الطريقه. هذا الماء هذا راه مهم، هذا تيذوب اي شوائب او اي اوساخ تتراكم على المنفذ، تيذوبها. الماء مهم بزاف. كيف ما قلت لكم، غادي تقوم بتنظيف المنفذ بكل سهوله، يعني بلا اي مشاكل وبلا ما تضيع حتى شي ريال. طريقه سهله. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء والعائله باش تعم الفائده. من بعد ذلك يمكن لك تشحن الهاتف ديالك يعني بدون اي مشاكل.